أهلا بيكم. الحقيقة كان حصل لي موقف قريب كده فقلت أشارك الناس معايا. ممكن تكون حصلت لأي حد بس هي الحقيقة تجربة مش لذيذة يعني. أنا كنت مسافر وكان عندي الكونكشن فلايت أو اللي هو يعني طيارة هنزل منها هركب طيارة تانية. الطيارة التانية كان الفرق بينها وبين الأولانية ساعة ونص. طبعا يعني مطار من غير ما نذكر الدولة يعني بس دولة على قدها. الطيارة اتأخرت حبة وبعدين حصل تأخير إن كان عندهم أزمة في السلالم فاستنينا السلم بتاع الطيارة يجي. نزلنا وقفنا تحت ما كانش فيه أتوبيسات فاستنينا أتوبيس. دخلت المطار لقيت حاجة منظر بشع يعني ناس ملهاش حصر. ويعني يمكن أنا برضو بغلط نفسي إن أنا كان في اللحظة دي كان لازم أنتبه أكتر وإن أنا أبتدي أستعين بحد أو إن أنا أعمل مش مشكلة بس يعني لأ أقول إن الطيارة هتفوتني. أخدت الإجراءات طبعا كلها ودي اتسببت في تأخير. برضو بقول تاني هو المطار بتاع دولة على قدها يعني فوصلت عند الجيت أو البوابة اللي هتركبني الطيارة. الشاشة مكتوب عليها رقم الرحلة اللي أنا رايحه ولقيت قدامها طابور فوقفت في الطابور. وبالصدفة البحتة أكتشف إن الطابور اللي أنا واقف فيه ده يعني رايح دولة تانية أصلا. وهم بمنتهى البساطة ما حدثوش الشاشة وراهم يعني فطبعا كانت كارثة الحقيقة يعني. المشكلة بقى فين إن الرحلة اللي بعدها كانت بعدها بيومين يعني الواقع بيقول إن أنا هقعد يومين في هذه الدولة. أكتشف إن بغض النظر عن الشق السياسي يعني إن أنا غير مسموح لي أدخل الدولة دي بسبب جنسيتي. فاضطريت إن أنا المقلب أو الشيء المؤلم التاني بقى إن أنا هقعد يومين في مطار زي الفيلم بتاع توم هانكس كده مع فرق المطار طبعا. طبعا بلد على قدها بقول والمطار على قده. وبعدين مفيش فنادق في المطار غير فندق واحد وهيبقى بتكلفة لو لقيت فيه أوضة. كل اللي ممكن تعمله بشركة طيران إنها اديتك بونات أو فاوتشرز يعني أنت تخش فطار غدا عشاء. وطبعا المكان ده زي كافتيريا كده بيقفل فبتضطر تقعد على الكراسي بتاعة المطار. وكانوا يومين يعني الحمد لله أنا حاجة وخمسين يعني. يومين أكثر إيلاما وألما في حياتي يعني نفسيا وبدنيا الحقيقة يعني. وتجربة بأمانة ما أتمناش لعدوي حتى إنه يمر بيها الحقيقة. فأنا بنصح أي حد إن هو لو عنده الكونكشن فلايت دي إن هو لو الطيارة اتأخرت 10 دقايق حتى ابتديت أنت تحس إن الأمور هتفرط زي ما بيقولوا. امسك في أي حد من شركة طيران أول ما قابلك سواء المضيفة في الطيارة سواء وأنت نازل الأتوبيس في البوابة إن هم يتصرفوا لك والحاجة تمشي يعني. الحاجة اللي كمان إن بتحصل إن في شنط بتتأخر. فبرضه دي تجربة بتاع المطار دي علمتها لي إن أنت في الشنطة اللي هتطلع بيها الطيارة خد معاك الحاجة اللي تكفيك حتى نص يوم أو يوم من غير ما تحتاج حاجة تانية من الشنطة اللي أنت حطيتها جوه الطيارة. وأتمنى لكم السلامة وأشوفكم بخير.